صورة الموميا دي لملك من ملوك مصر في الأسرة ال18. الملك ده اسمه سوتموس، كان مصر سنة 1401 وانتهت ولايته 1391، يعني حوالي 10 سنين كده. طيب الملك ده كان ايه دوره وازاي حكم مصر؟ الملك ده كان من الأسرة ال18، لقب بسوتموس، ولكن هو في الأصل تحتمس الرابع، آخر إخواته. المفروض إن هو كان يحكم مصر آخر إخواته، ولكن القدر كان مختلف جدا معاه. ايه اللي حصل بقى؟ تحتمس كان في وقت كده بياخد زي راحة أو استراحة تحت أبو الهول، يجيله في الحلم أو ما يقال، أو هو ده اللي هو ذكر عنه أو اللي هو قاله، إن هو يجيله في الحلم الإله حور على مجسد مين؟ أبو الهول، ويقول له لو أنت شلت الرملة اللي على أبو الهول وظهرت معالمه أنت هتبقى حاكم مصر. فعلا يصحى من الحلم وبعد فترة بسيطة يحكم مصر. بعد حكمه لمصر يبدأ بإزالة الرمل اللي على أبو الهول ويظهر معالم أبو الهول. ما بين إيدين أبو الهول بيتحط مخطوطة كده حجرية اسمها لوحة الحلم، وعد الرمال، ذكرت بوعد الرمال. طيب هي ليه ذكرت بكده؟ لأن الإله حور طلع على هيئة أبو الهول وجاله في الحلم وقال له كده. ولكن بعض الآراء التانية أو المؤرخين بيقولوا إن هو كان عايز يحكم مصر قبل إخواته، فابتدع الحلم ده علشان يحكم مصر بالطريقة دي، لأن هم كانوا بيأمنوا بالإله. لكن فترة خلافته كانت بسيطة، 10 سنين مش أكتر، وتوفى في سن 30 سنة بالظبط، واتحنط بشكل مبهر ومبدع جدا، لدرجة إن هو لحد الآن شعره وأسنانه موجودين كما كانوا، كأن لم يحدث لهم شيء. اللي حابب يسمع ويكمل معانا السلسلة بتاعت الأسر يسيب لي تعليق ويقول لي مين هو أبوه.